ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو سبب وفاة الفنان علي عنبة، الفنان اليمني الكبير، وتفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته. تعالوا بينا نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتكملوا الفيديو للنهاية فضلا منكم وليس أمر، عشان تعرفوا التفاصيل. توفى فجر اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة الفنان والملحن الشعبي علي محمد العوامري، الملقب بعلي عنبة، بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولد الفنان الراحل في مديرية خولان الطيال، جبل اللوز، بني سحام، بمحافظة صنعاء، ونشأ في بيئة فنية تقليدية محبة للموسيقى. بدأ مشواره الفني في سن التاسعة عام 1988، متأثرا بوالده الذي علمه الغناء والإيقاع منذ عام 1985، وشارك لاحقا بالعزف إلى جانب عدد من الفنانين البارزين، أبرزهم الفنان الراحل علي الزرحاني، وكان من زملائه الفنان أحمد الحرازي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبب وفاة الفنان اليمني الشهير بعلي عنبة، وما تفاصيل مرضه الذي أودى بحياته، ومن هو، وما هي تفاصيل اللحظات الأخيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدم خبر رحيل الفنان اليمني علي عنبة فجر اليوم الوسط الفني بمصر واليمن، خاصة أنه يعد من أهم الأصوات الشعبية التي حققت نجاحا في البلدين، إذ كان يستعد العدد من أعماله الفنية، لكنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة أودت بحياته، حيث تعرض الفنان علي عنبة وفقا لمصادر من عائلته إلى تدهور حالته الصحية في سبتمبر الماضي، قبل أن يتوفى فجر اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة إثر مضاعفات نوبة سكر انتهت بتوقف القلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. نوبة السكر هي اضطراب خطير في مستوى السكر بالدم، إذ يؤدي الارتفاع أو الانخفاض الخطير في سكر الدم إلى الإصابة بغيبوبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتصدر خبر وفاته مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن الفنان علي عنبة هو الأخ الأوسط بين الفنانين يحيى عنبة ونسيم عنبة، الذين تألقوا في الوسط اليمني، وكان بدأ مسيرته قبل 3 عقود بصنعاء، مقدما العديد من الأغنيات والأعمال الفنية، واجتمعت الأسباب والموت. طبعا هو مات بسبب مرض السكر، اضطراب خطير في مستوى السكر. نسأل الله العلي القدير له بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه. أشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ولا مع السلامة.